وبركاته. المجموعة لا كالعادة ما يقعد قدام الكاميرا ولا ورا الميكروفون، ما هم الأولياء الأذكياء في كل وقت وفي كل حين. وطلع لكم بهاي طلعة بالحسانية بالولي الصالح ومحرر فلسطيني في ثانية وحدة، ومقن الجارية ببلجيكا على مرشح الرئاسي جات جنرال مسقار والقويزي. راجي من عند ربي انها تنال اعجابكم انتم وهم الاولين وتوصلوا باللي هو قلت. الاسلام اللي ما زال يحارب التخلف العقليات وما زالت في الامه لليوم نزعه يجهلوا زمن الجاهليه حتى والجاهليات. الاسلام اللي ما زال يحارب التخلف العقليات وما زالت في الامه لليوم نزعه يجهلوا زمن الجاهليه حتى والجاهليات. وانا من اليمن وانا من قيس وانا قرى الشقاع وذوك الخزعبلات. والاسلام في ذاك واضح والقران الكريم بالذات. ان اكرمكم عند الله اتقاكم بالصفاء وجوده العقل والحكمه النيات. نحن في بلدنا موريتانيا يحرق بي يشرع والله قانون جرم العبوديه باللعنات. ما هو عندنا واستنسخناه وضفنا له الاضافات حتى واضافات. لقيت تبقى محاربة العقليات وجهدها ومدين لا معايرة كيف معايرة الأخوت حتى والأخوات. ولا تبقى عيل ما هو حد عبيقب والله عنده جندة ذيك هي وجندات. ذي هي الحقيقة محاربة الأجندة مسؤولية ومسؤوليات. ويجب تصدي لها ولو بإلغاء دستور فرق تسد بالذات. ولا تضرب بين مكونات شعبنا ولا ظلم ولا تظلمات. ولا فروق الإسلام فينا يتحكم والتقى والورع والقرآن الكريم والتلاوات. محاربة العقليات اللي مازال الإسلام يحاربها حروبات. وتمت آنذ لا من قريش والعرب شوكة الإسلام ولو عمارات. الدور هذه جماعة الأجندة محاربتها والقضاء عليها من خلال عدة تفاهات. أولها الزواج من ذيك صاحبة الزمن اجهلوا زمن الجاهليات. والزواج هو الوحيد اللي ما فيه فرصة لا تفاهم والتفاهمات. وبيض من أهل المال والأرض أموالهم مرضهم ذيك قليعة وظلم حتى وظلمات. غير مرشح للرئاسيات عنده فكرة جديدة للقضاء على ذيك تخلف العقليات. هي إعادة الدولة ومحاربة التجار الفجار وتشغال الناس في المصانع والمزارع والورشات. وتنعات القضابة لأمريكا ونظامها الدولي قبل نعودوا دولة والله الصين لجؤوا لها والروس والروسيات. أهل العيون وأهل الحوضين محاربتهم التخلف العقليات. من يوم أذن فيه بلال حي على الصلوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.